المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال في أسمرة بيوم السلام العالمي. الشعب الإريتري يحتفل برفع الحظر. نجاح برنامج محو الأمية في صنعاء. مقتل 7 من قوات حفظ السلام في اشتباكات بشرق الكونغو الديمقراطية. كوريا الشمالية تختبر سلاحا جديدا فائق التكنولوجيا. والمغرب يدشن أسرع قطار في إفريقيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. جرى يوم أمس في العاصمة أسمرة الاحتفال بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في إريتريا باليوم العالمي للسلام. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في الكلمة التي ألقاها في المناسبة إن الإنسان له الحق في أن ينعم بالسلام والعيش دون خوف، موضحا بأن ميثاق الأمم المتحدة المرتبط بالسلام والأمن والنفاء هدف نبيل، لكن ضمان التطبيق والديمومة مسؤولية جميع الدول. وقال إن الوسائل المتبعة عبر دول محورية تخدم أجندة المصلحة الجيوسياسية الخاصة لبناء النظام الأحادي كان السبب للنزاعات وغض الاستقرار في منطقتنا وكذلك العدائيات ضد إريتريا، موضحا بأن إريتريا تصدت بصمود لذلك ولها موقف سياسي مستقل وتعمل لتحقيق الفرص المتساوية والمتوازنة وتتبع سياسة تمنح الأولوية لسلام واستقرار المنطقة، مؤكدا بأن السلام والاستقرار والتعاون الحالي نتاج لذلك. وأكد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح أن الحكومة الإريترية ستعمل بجهد كبير لتمتين أساس بناء الوطن وضمان استمرارية السلام والأمن ووجود تعايش في المنطقة على أساس السلام والتعاون في المنطقة. من جانبها أوضحت منسقة مؤسسات الأمم المتحدة في إريتريا الآنسة لوزان نوغونيغي أن اليوم العالمي للسلام هذا العام يعتبر استثنائيا للاحتفاء به غضاض رفع الحظر عن إريتريا، معربة عن تقديرها باسم مكاتب الأمم المتحدة للمثابرة والصمود الذي أبداه شعب وحكومة إريتريا. وأشارت إلى أن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 17 المخطط تنفيذها حتى عام 2030 تختص بضمان تحقيق السلام والعدل وتقوية المؤسسات المنفذة لها، موضحة مبادرات الحكومة الإريترية للسلام والأمن وتعاون الشراكة بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة والنجاحات التي تحققت، معربة عن ثقتها في قيام إريتريا بدور رائد لإحلال السلام في المنطقة أو في منطقة القرن الإفريقي. وشهدت المناسبة عروضا تعكس الدور السلمي في التطور. استقبل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر بفرحة عارمة القرار 2444 لعام 2018 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 14 من نوفمبر لرفع الحظر عن إريتريا. وأوضح المواطنون عقب صدور القرار بأن رفع الحظر جاء نتيجة التصدي الموحد وقوة الوحدة والصمود، مؤكدين الجاهزية للصمود التنموي. في غضون ذلك خرجت الجماهير في مدن أسمرة وكرن وعصب وعدي وطيعو وجندع وقلعلو ومصوع و16 مديرية بإقليم القاش بركة و12 مديرية في الإقليم الجنوبي، وكذلك في سوا، محتفلة بالمسيرات رافعات شعارات تقول الحقيقة طريقنا والصمود ركيزتنا وصمودنا أدى لإرخائنا وصمودنا وتصدينا المستمر لتحقيق رؤية البلاد وشعارات أخرى. وأوضح المشاركون في المسيرات أن مواجهة الشعب الإريتري في الداخل والمهجر بوعي للمؤامرات والتصدي بعزيمة للتحديات مكن من الوصول إلى هذه المرحلة التي تفتخر بها الأجيال، وأن رفع الحظر الجائر المفروض منذ عام 2009 نتاج صمود ونضال الشعب وحكومة إريتريا. وقد احتفل الإريتريون المقيمون في مختلف دول العالم بالقرار. أوضح مسؤول تعليم الكبار في مديرية صنعاء الأستاذ كيدان مريم نوغوسي عن إكمال 97% من المسجلين لمحو الأمية البالغ عددهم 177 الدراسة بنجاح.
وذكر في التقرير الذي قدمه في التقييم الذي جرى في 10 من نوفمبر أن الجهود تبذل لإنزال محو الأمية إلى أدنى مستوى، وأن تحقيق نتائج مرضية في برنامج محو الأمية المقدم هذا العام في 10 نقاط للدراسة يعكس ذلك. وأشار إلى العمل الجاري لفتح فرص التعليم للأطفال من سن السادسة وحتى 14 عاما الذين فاتتهم فرص التعليم خاصة في المنحدرات الشرقية نتيجة حياة الترحال الرعوية. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في مديرية صنعاء الأستاذ بينة تسفاي أن نجاح العمليات التعليمية تأتي بتضافر جهود الإدارات والمجتمع، داعيا إلى تنسيق إدارات الضواحي لإنجاح برنامج تعليم الكبار. كما شدد مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي الشكر على أهمية تعليم الكبار، مؤكدا بأن خفض الأمية إلى أدنى مستوى يتطلب مشاركة الجميع. وطلب الاجتماع للقيام بدراسة للتعرف على الأطفال والكبار الذين لم يحصلوا على فرص التعليم. تلقى 51 شابا بينهم 47 امرأة دورة تدريبية لتربية النحل وصناعة الفخاريات والأشغال اليدوية لمدة 3 أشهر. وذكرت مسؤول قسم المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة السيدة شاملة جبركيدان أن الاتحاد يقوم بالتعاون مع الإدارات بتأهيل مجاني للشباب المحتاجين والراعين للأسر والمعاقين، حيث قام في السنوات الثلاثة الماضية بتدريب 128 شابا يعملون حاليا في مختلف الأعمال. من جانبه أوضح مدير مديرية علا برعد السيد محمد حامد عشكراي أن إدارته على استعداد للتعاون مع برامج تأهيل الشباب. وكان 96 شابا من مديرية كرن قد تلقوا دورة تدريبية مهنية من 3 إلى 6 أشهر في شهر أكتوبر الماضي. قام شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في السويد وفرع الجبهة في شمال ألمانيا بمختلف الأنشطة الوطنية. وقد عقد تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في السويد عقد مؤتمره التاسع في مدينة يافلبوري في 11 من نوفمبر تحت شعار دعم عملية السلام والدفع ببرامج التنمية، وأصدر قرارات لتعزيز مساهمته في البرامج الوطنية. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد سيراك بهلبي مهام التنظيمات الوطنية، داعيا الشباب لارتقاء وعيهم تماشيا مع تطورات البلاد والمنطقة. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية لعامين، كما عقدت في المؤتمر ورشة عمل حول تقوية دور الأعضاء، وخرجت بقرارات تدعم عملية السلام الإريترية الإثيوبية والتعاون والتنسيق الإقليمي بين إريتريا وإثيوبيا والصومال. في غضون ذلك عقد تنظيم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الشمال الأدنى الألماني اجتماعه السنوي في 10 من نوفمبر بمدينة كلن. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو الأوضاع في البلاد والمنطقة. وشرح مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد كحساي تولده الأوضاع العامة لتنظيمات الجبهة الشعبية في الشمال الألماني. وشهد الاجتماع محاضرة بعنوان العلاقات البناءة لاستقرار ونماء شعوب المنطقة. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية الدخالة مساعدات اللوازم الدراسية ل60 طالبا محتاجا لتشجيعهم لمواصلة التعليم. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة ترحاس سلمون عن تقديم مبالغ مالية ل28 منهم للتسجيل. وأشارت السيدة ترحاس عن تقديم الدواب ل5 مواطنين من بين 38 مواطن محتاج قدم لهم الدعم، هو عبارة عن عربات الكرو لإيجاد مصدر دخل لهم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية إن 7 على الأقل من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية قتلوا في اشتباكات مع مسلحين قرب مدينة بني في شرق الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة تقع في قلب أسوأ انتشار لفيروس الإيبولا في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجايك أن 6 من قوات حفظ السلام من مالاوي و1 من تنزانيا في البعثة التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا في منطقة باني شرق البلاد. وكانت قوات الدفاع في مالاوي قد قالت في وقت سابق إن 4 من جنودها في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا بعد أن تعرضوا لهجوم من متمردين. أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون شهد تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة وله استخدامات تكتيكية. وبثت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أنباء قالت فيها إن كيم جونغ زار موقعا جرت فيه تجربة سلاح تكتيكي فيما يعد أول زيارة ميدانية معلنة من نوعها منذ العام الماضي. ونقلت الوكالة عن كيم جونغ قوله إن هذه النتيجة تأتي بسبب سياسة الحزب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا الدفاعية واستعراض القدرات الدفاعية التي تنمو بسرعة أمام المنطقة بأكملها وتعزز قدرات الجيش القتالية. من جانبها قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لأحد مواقع اختبار الأسلحة منذ زيارته موقع اختبار صاروخ هواسونغ 15 العابر للقارات في نوفمبر من العام الماضي. وفي واشنطن وردا على الإعلان الكوري الشمالي قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ما زلنا واثقين أن الوعود التي قطعها الرئيس ترامب والزعيم كيم ستنفذ. دشن المغرب القطار الأسرع في إفريقيا والذي يختصر إلى النصف مدة الرحلة بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة. واستقل الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القطار الذي أطلق عليه اسم البراق في الرحلة الافتتاحية لخط السكة الحديدية من طنجة إلى العاصمة الرباط. واستغرق العمل على خط السكة الحديدية فائق السرعة 7 سنوات. وتم اختبار القطار بسرعة 357 كيلومترا في الساعة. وبلغت الكلفة الإجمالية 2.4 مليار دولار وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية. واشترى المغرب 12 قطارا فائق السرعة بطابقين من مجموعة ألستوم الفرنسية سيتم تشغيلها من قبل شركة لسكك الحديد مملوكة للدولة والتي تتوقع أن يستقل القطار 6 ملايين مسافرا سنويا. ويقول مسؤولون إن المشروع سيعزز النمو في طنجة كما سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى شمال المغرب حيث يوجد أحد أكبر موانئ إفريقيا. قرر رجل ياباني أن يخرج عن التقاليد ويحتفل بزواجه من صورة ثلاثية الأبعاد لشخصية خيالية بسبب عشقه الجنوني لها. وتزوج أكيهو كوندو البالغ من العمر 35 عاما من صورة هولوغرامية للشخصية الافتراضية هاتسون ميكو في العاصمة اليابانية. ورفضت والدته حضور حفل الزفاف بسبب عدم رضاها عن الزيجة، كما أنه حرص على إقامة حفل زفاف رسمي أقيم في قاعة مخصصة لحفلات الزفاف وأنفق عليه أكثر من 17,000 دولار. وشهد على حفل الزفاف 40 مدعو بين أكيهو وميكو التي كانت حاضرة على شكل مجسم دمية محشوة في شكل عروس، وقام بوضع خاتم الزواج بمعصم الدمية الأيسر. ولا يهتم أكيهو كوندو بحصوله على الرومانسية من زوجته المجسمة، موضحا أن تلك الزوجات يمتزن مقارنة بالبشر بعدم الغش أو التقدم في العمر أو الموت. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء. حبريتان تخاتلتي أجلجلوت تلفزيون إرترا أب أستراليا نيوزيلاندن أغربي أجلجلوت ساتلايت بزقورو ظلمو معراي أب نيوزيلاندن أستراليا تركبو تعزبتي
أقلقلتنا راديو تلفزيون كتكتاتلو صنعكم مسمار يغير سلزلو بزي الصعب حدش مسمار كتكتاتلونا كما تخلو نحبل فريكونسي 13545 بولاريتي فيرتيكال سيمبل ريت 22.5 FEC 43 تقدم حجي تقلقلوا صنعكم مسمار كساب مودات حدار معرض حدش مسمار كسرح ونتخونه دحر حدار قن كعد صوم خانو نحبل Ministry Ziana.